السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعادة، وصباحكم كالعادة سكر بزيادة. النهاردة الحلقة رقم 20 مع الزغاليل. بصوا يا جماعة، في حاجات أنا بعملها في الغية بخاطر بيها، ممكن تكون هي مجازفة وتحدي بيني وبين نفسي في الغية. زي إيه؟ شفتوا الست زغاليل اللي فيهم الأحمر غزار أبو طرطور والاسترالي والعشائي والكلام ده، الاسود ابو عش؟ دي زغاليل بتجري دلوقتي في الصيف، خلاص عليهم 2 وعليهم 3. المفروض الزغاليل دي بعد ما بتخلص القلش ال2 وال3 ويخش عليهم الشتاء، الموسم اللي جاي يجروا العصاري. يعني احنا دلوقتي بنجري بيهم الصبح، المفروض انا بكلمك في قواعد واصول غيه، خلاص يجروا الموسم الجاي العصر، يعني يجروا الساعة 1 الساعة 2 الساعة 3 بالكتير، قبل التماسي يكون الحمام ده ملموم. ليه؟ هقول لك ليه. الزغلول في أول مرحلة ليه وهو عيل صغير لسه مش فاهم حاجة، أنا بجريه، بوسع نفسه، بحفظه إخواته، بحفظه دخلة البلد وخارجة البلد، بحفظه غيرته كويس، ودي مرحلة تحفيظ وهو زغلول. طيب لما بنزل بيه في الشتاء العصر، ليه بنزل بيه العصر؟ انا بنزل بيه العصر في الشتاء علشان يقابل حمام ويخلط في العصاري ويتجرد ويقابل صقر ويقابل شتاء ويقابل هواء ويقابل رياح، يبقى قابل العوامل الجويه في النهار، علشان السنه اللي بعد منها يتصدر تماسي. فدي اصول نش الزغلول لحد لما يبقى ذكر كبير. طب ايه المجازفه اللي انا داخل فيها وايه التحدي؟ التحدي اللي انا بقول لك الزغاليل اللي فوق دي اللي عليهم 2 وعليهم 3 انا الموسم الجاي هصدرهم، ودي المجازفه. المجازفه حلوه مفيش كلام، والجراءه حلوه مفيش كلام، ولكن لازم اكون عارف حدود الحمام اللي انا هجازف بيه. هل الحمام ده يصلح اللي انا جازف بيه ولا لا؟ لو الحمام ده نوعيته غزار وحمام طويل، لا ده لازم اصبر عليه، لان القوه العضليه بتاعته ما تستحملش الضلمه وهو شاب صغير. لازم يبقى ذكر حمام كبير، يبقى عنده عصا وعنده قوه وعنده ذكاء وعنده فهم اكتر. ولكن انا فوق خدت مجموعه الزغاليل، معلش طولت عليكم، في 4 زغاليل اللي هم خلاص دلوقتي بقوا شبابات عليهم 2، شلت منهم نتايتين، السودا خالص استراليا بيضا، معايا فوق 4. الوقت بقى دلوقتي اللي انا فيه حاليا بحفظهم البيبان. فبعمل ايه؟ باجي من بالليل افتح بابين لشابين منهم واسيبهم تحت الشبكه، اطلع الصبح اقفلهم في البيبان وبيكلفوا في البيبان، فيقعدوا معايا حسبه مثلا 4-5 ايام ويبداوا ينسوا المصابه ويحفظوا البيبان بتاعتهم الجديده. طيب انت بتتعامل معاهم ازاي يا ابو حازم؟ ده اللي هقول لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا بعمل معاهم ايه وبمشي معاهم ازاي وايه الخطوات اللي انا شغال معاهم دلوقتي. لكن دلوقتي احنا معانا حلقه الزغاليل. الزغاليل اللي فوق خلاص طلعت من الباب، بدات تشوط، يلموا بعض ويتفركشوا ويلموا بعض ويتفركشوا، ودخلنا في مرحله ايه؟ لم وفركشه بعد التشويط. يلا نطلع فوق. فوزيه بتصبح عليكم. يلا نطلع فوق ونفتحوا الزغاليل دي ونشوفوا الزغاليل دي النهارده هتعمل معانا ايه. يلا بينا، بس هنسيب فوزيه هنا. خلاص يا حاجه؟ قلبي يا ناس، يلا بينا يلا بينا. طبعا احنا كده طلعنا الغيه، نفتح الباب اهو بتاعنا، نخش الغيه، وزي ما حضرتك شايف ده الزغلول الاسترالي اهو، شاب خلاص، نقوله بقى شاب خلاص، هو كده ايه مرحله الشاب. والاحمر غزار. طبعا انا عاطي الاسترالي الباب اللي تحت، وعاطي الاحمر غزار الباب اللي هنا، سايبهم بايتين فيه. يلا بينا نحبسهم بقى كل واحد في بابه. لسه مش اهو، بصوا الاسترالي دخل الباب اهو لوحده. بصوا الاسترالي هنا دخل الباب لوحده، والله بقى لهم يومين كده، تاني يوم النهارده اليوم اهو، ودي كويسه. وادي الاحمر غزار قدام حضرتك اهو، بص والله يومين يا جماعه، يومين. المطلوب منك انك تخلي فرد الحمام ياكل ويشرب في الباب والمسطره بتاعته مقفوله، الشبكه مشدوده من بالليل
افتح الباب واسيبه. يعني ده النهارده مش هيتفتح بالليل. مين اللي هيتفتح النهارده بالليل؟ هفتح ده اهو اهو، وهفتح البنيه دي الابيض ده لسه ما كشفش معايا اهو، واخوه جنبه اهو، ده اخوه كاشف ذكر. ده انا بفتحه مع حمام الدشار وحمام الغيه، بسيبه يصم معاهم على الظهر. خلاص تعالوا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نفتح الشبكه بتاعتنا الجميله. ثواني بس يا جماعه، نحط الشبكه فوق ونفتح الزغاليل بقى، نشوف الزغاليل النهارده هتعمل ايه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. ها ها ها. ليه مش كلكم طلعتوا طرتوا؟ ليه كلكم ما طرتوش؟ ايوه كده، ايوه كده. في حد في المصطبه تاني؟ مفيش حد اهو، واللي تحت طالعه اهم اهو. كلهم هيطلعوا يطيروا دلوقتي. انا بقفل المصطبه بس. يلا هلا، يلا يلا معاهم اهو. بصوا يا جماعه اهو، يبداوا اللي هم يلموا بعض ويتفركشوا، يلموا بعض ويتفركشوا. ما انت لو تابعت معايا 20 حلقه بقى اللي انا مصورهم لحضرتك، هتعرف يعني ايه تنش زغاليل، وتعرف يعني ايه تبعد عن مركن، وتعرف يعني ايه تجرد، وتعرف يعني ايه تفرز. انا كل ده عامل لك بيه محتوى اهو. هم دلوقتي هم بصوا يلموا ويتفركشوا، يلموا ويتفركشوا. وادي واحد جاي عاوز يحط اهو، مش عارف حط فين، حط شكله تحت على الدشار اهو. ادي الزغاليل يا ريس. بص بص، ما حطش هو الابيض جه اهو، ما حطش اهو. بص الزغاليل اهو، واحد يحط هتلاقي التاني حط، التالت حط، الرابع حط، وهكذا اهو. متفركشين اهو. انا ما قلتش ايه دلوقتي بقى، ما فزعتش، سبتهم براحتهم، براحتهم، سيبهم براحتهم. هم من المصطبه على الجو، 2 3 قعدوا على الظهر قومتهم معاهم. ادي اللي انا عملته كله. البنيه دي حاطط اهو، البنيه ده الابيض، وادي الغزار الابيض جه حط اهو، وادي الغزار الابيض جه حط اهو، هو والبنيه والباقي اهو. بص حضرتك، بص بص الزغاليل اهو متفركشين. فسخنجي بيحط مرقع، والانجليزي والبنفسجي والغزار والاسترالي والطرطور والبنفسجي التاني. فاضل الكسخنجيات وفاضل العنبري الشقلباز. هما فين؟ وادي الاسترالي اهو. بص الاسترالي، بص بيهوي ازاي على الغيه. وادي العنبري شقلباز حط. كسخنجيات فين يا جماعه؟ انا مش شايفهم. لا هناك اهو. بص الاسترالي، بص الاسترالي حلو. فرد الحمام ده بيبقى حلو يا جماعه. فرد الحمام ده تلاقيه بيحط على الغيه كده خفيف، احسن من الفرد اللي ينزل يدب نفسه. قلت لك قبل كده الفرد اللي يدب نفسه والزغلول اللي يدب نفسه ده ما ينفعش. بصوا ده بنفسجي، بصوا ده بنفسجي طالع لوحده كده في العالي فوق، راح فين اهو مع حاله اهو، نازل يحط اهو. ده بنفسجي. انا هشوف الكسخنجيات فين، انا مش شايف غير واحد بس، لا 3 اهم، 3 الكسخنجيات اهو، ومعاهم الزغلول والغزار الابيض. وادي البنفسجي حط اهو، ده البنفسجي اللي كان طاير. وادي البنيدي، وادي الانجليزي، وادي الزغلول الغزار الصغير، وادي الاسترالي جنبه، وادي بنفسجي، وادي الطرطور، وادي العنبري الشامي اهو. وانا واقف جنبيهم على فكره، عشان ما حدش يقول لك انا بفزع الزغلول او بخوف الزغلول او الكلام ده. لا يا ريس، انا بص واقف جنب الزغاليل اهو قدام حضرتك اهو اهو، جنب الزغاليل اهو. حتى لو عطيتهم كرشه انا عارف بدي الكرشه ازاي. في فن كده في الكرشه، انك بتدي الكرشه دي بحنيه، اللي هي طخه ما تعورهوش. فاهم انت المبدأ اللي هو ماشي بيه؟ طخه بس ما تعورهوش يا ابوي.
بالراحه، واحده واحده. بالنسبه بقى للزغاليل التانيه اللي هي دلوقتي عليها تلاتات، فطبعا هينضموا مع الحمام اللي هو بتاع الغايه. بجازف، بس انا عاوز اعمل حاجه، عاوز الموسم الجاي ان شاء الله اخش بتقل وفي نفس الوقت خسائر قليله ان شاء الله باذن الله، ما يكونش في خسائر ان شاء الله باذن الله. طب الزغاليل دي ابو حازم بقى لو طلع منهم ذكوره هتضمهم؟ لا. الزغاليل دي لو طلع منهم ذكوره هتجري عصاري في الشتاء ان شاء الله. طب ليه مش هتضمهم؟ لسه وقت عليهم شويه. التانيين جروا وخلصوا ريشهم، عليهم اتنينات زيهم زي الحمام بتاع الغايه. حمام الغايه دلوقتي عليه اتنينات، والشبابات الصغيره زيهم بالظبط، فهيخلصوا مع بعض، فهيقعدوا على الظهر مع بعض ويخلصوا مع بعض الريشتين دول ويتهووا مع بعض ويجروا مع بعض. لكن دول هيكونوا لسه ما خلصوش ريش، فدول هيجي عليهم الشتاء هناخدهم حصه لوحدهم، يصفوا بقى على 5 ذكوره 10 ذكوره 3 ذكوره زي ما يصفوا. هاخدهم حصه لوحدهم كده في الشتاء. اخر الشتاء ان شاء الله اضم دول مع التانيين. اخر الشتاء ولما اجي اضمهم مش اصدرهم، لا، احطهم فوق دماغي كده وقت المغرب واضلم بيهم محطط فوق دماغي وقت المغرب، اضلم بيهم محطط. امتى؟ اخر شهر في الرمي، ينزلوا من العصاري في اخر شهر وتحطوا فوق دماغك. الحمام دوت يعلمهم الدوره، يتعلموا او يتعودوا او يتاهلوا للضلمه علشان الموسم اللي بعديه ان شاء الله باذن الله تسكلينا وليكم طول العمر. ربنا يكرمنا نخش بيهم تماسي وهم متوعيين مجرودين حافظين مروا بجميع الاجواء، وبكده تبقى انت عملت الاصول مع الزغلول بتاعك. طبعا هنديهم كرشه دلوقتي محبه عشان خاطر اخواتنا، هنديهم كرشه دلوقتي مع بعض. يلا بينا اهو يلا بينا. انا هرفع ايدي بس خلاص اهو انا رفعت ايدي بس والله العظيم، بس عشان انا كلمه كخ ديت مع الفزعه زي كلمه هي، يعني انا لو بقول لهم هي مع الفزعه زي كخ بالظبط، زي هش، فهم اتعودوا عليها اهو. بص لافين مع بعض ودايرين مع بعض ولامين في بعض اهم قدام حضرتك. الابيض جاي يحط اهم، هم لامين مع بعض هيتفركشوا. هم دلوقتي هيتفركشوا، اتفرج عليهم هيتفركشوا. انا الشمس كلتني مش شايف حاجه، انتوا شايفين؟ انا ما اعرفش، ما انا عامل لكم الكاميرا وانتوا اتفرجوا يا جماعه. بصوا الابيض حط اهو، بصوا ده الابيض الصغير الزغلول الصغير اهو حط. بصوا في شويه حمام طايرين هناك، ما اعرفش بقى ده حمام كبير ولا زغاليل، انا لسه شايفهم دلوقتي دول اهو، ما اعرفش بقى حمام ولا زغاليل اهو. بصوا كام واحده اهم اهو. تعالوا على هنا، والزغاليل بتاعتنا اهي هترمي نفسها، وفي منهم زغاليل بتيجي اهو. دول مش بتوعنا احنا خالص دول يا جماعه، احنا بتوعنا هم اهو، دول بتوعنا احنا اهو. جايين نحط على الغيه اهو، دايرين مع بعض، هينزلوا يحطوا على الغيه. ولو الزغاليل دي زي ما انا قلت لك لموا بعض بدري هفركشهم تاني. طب لما بيلموا بعض يا ابو حازم بعد التشويط الكويس قوي، اسمع مني بقى الكلمتين دول بس، يحطوا الزغاليل اهو. هما بصوا كلهم نازلين بيحطوا على الظهر اهو. هما بيحطوا هناك على النضاره عشان انا واقف هنا اهو، عشان انا واقف هنا بس. طيب الزغاليل دي شوطت وخدت حقها عم ابو حازم، ولموا بعض اول يوم اول يومين وبداوا يعلوا وعايزين يمشوا. امسك لهم كلفه. ليه؟ لازم امسك لهم كلفه 3 4 ايام. مش لموا بعض انا مش عاوزهم يشيلوا بعض كده وياخدوا بعض ويضيعوا بعض. لازم اخليهم ماسكين بعض 4 5 ايام في المنطقه على الاقل، يدوروا فوق مني، يدوروا في العالي وينزلوا، ما يمشوش ما يسرحوش. وبعد الاربع 5 ايام لما احس ان هم مسكوا بعض ما فيهمش حاجه بتسيب الثانيه، ما بيتفركشوش من بعض ومسكوا بعض وبيجروا ورا بعض، ابدا هنا انا اشبع فيهم. لان لو هم بيتفركشوا من بعض ولموا بعض ومشوا بره
ممكن زغلول يعمل كده ياخد واحد معاه، واحد تاني يعمل كده ياخد واحد معاه، 2 3 يمشوا، 2 3 يرجعوا، زغللك اتفركشت. انت مش هتبقى عارف ايه اللي حصل معاهم بره، هتقول دول خدوا. هتسرق اي حد هتقول له الزغلول خرجت وجول 2 في 3، هيقول لك خدوا. لا، هم ممكن ما يكونوش خدوا، هم ممكن يكونوا اتفركشوا من بعض، لان هم مش متعودين او مش حافظين بعض في اللي هم يمسكوا بعض او يدوروا مع بعض. فلازم اقعدهم فوق دماغي هنا 4 5 ايام اسبوع، وبعد كده اشبعهم اقول لهم يلا امشوا، دول هم زغاليل وهم زغاليل. خلاص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. تحياتي ليكم ولكل الناس اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي. يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله انا بطلع اصطاد سمك ان شاء الله، خميس وجمعه، ساعات بطلع خميس ساعات بطلع جمعه ان شاء الله. اول رحله صيد اطلعها هعمل لكم فيديو فيها وفلوج. وانا مش خبير قوي في الصيد، ولكن عندي فكره كويسه، يعني مش خبير قوي ولكن عندي فكره كويسه عن الصيد، سواء كان عادب او مالح. خلاص، اشوفكم على خير اخواتي وحبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.